زي ما انتم شايفين كده النهارده عملنا مع بعض الفطير المشلتت، والفطير المشلتت كما يجي ما يكون. يلا بينا نشوف الفطير كده مع بعض المورق ازاي. هو ده الكلام. الفطير المشلتت يا جماعه في البيت بكل سهوله، واللون الذهبي هو ده الكلام. مع الشيف محمود مفيش مستحيل، تقدروا تعملوا الفطير المشلتت ده بكل سهوله في البيت. بس دعمونا بقى بلايك وشير ومتابعه. محتاجين كيلو من الدقيق كده يا جماعه متعدد الاستخدام، او دقيق 5 نجوم لو امكن. ده دقيق 5 نجوم زي ما انتم شايفين، بننزل بالكيلو كامل. لو امكن ننخله ماشي. عندنا 20 جرام من الملح، و30 جرام من السكر اللي هو 3 معالق، ومعلقتين من الملح. بنقلب المكونات الجافة دي كده مع بعض. عندنا نص لتر من المية اللي هو 3 أكواب من الماء كده، الكوب المعياري اللي موجود في كل بيت بننزل بيهم. تاخد 3 أكواب أو 3 أكواب ناقصين حاجة بسيطة كده يعني في الرينج ده. طبعا بعد ما عجننا كده، طبعا أول العجينة نبدأ نقطعها ونقسمها مية ونسيبها تريح كده لمدة نص ساعة أو ربع ساعة. بنغطيها بستريتش طبعا، ونسيبها تريح جنبنا كده لو هنعمل اي حاجه. طبعا بعد ما ريحت كده بعد نص ساعه كده، نبدا نخدم العجينه خدمه صغيره خالص، لان العجينه ريحت بقت كلها مسام واحد. هو ده الكلام المطلوب. دي عجينه الفطير المشلتت، تقدروا تعملوها في البيت بكل سهوله، سهله جدا. هي بس العجينه بتحتاج تتخدم شويه. طبعا بنبدا نقطع العجينه دي لاربع اجزاء زي ما انتم شايفين، وبنبدا نكورها كده بنفس الشكل كده وبنفس الحركه كده، بنكورها على ايدينا. بيكون عندنا زبده صفرا جنبنا كده حله. كورنا الاربع عجينات كده، بنبدا ندهنهم من الزبده كده عشان العجينه بتبقى ناعمه كده معانا زي ما انتم شايفين، وما يلزقوش في بعض. هنسيبهم يريحوا طبعا جنبنا كده لمده نص ساعه. غطيناهم بستريتش تاني وسيبناهم في نفس بولة الزبده كده. بعد نص ساعه بقى نبدا نخدعهم بايدينا كده يا جماعه. بنتني الرخامه زيت كده ونبدا نخدعهم كده قد كف الايد او ازيد شويه بكف ايدينا كده، ونحطهم تاني في البوله ونغطيهم ونسيبهم نص ساعة أو ساعة لو أفضل. كل ما تسيبهم يريحوا يكون أفضل كده. بعد ما يريحوا ساعة أو نص ساعة حسب أنت بقى ووقتك، ريحوا معانا. بنبدأ نمردنهم تاني نوسعهم، نخليهم داير ما يدور كده 25 سنتي في 25 سنتي أو أكتر. هو ده الكلام المطلوب. بعد ما مردنا الأربع عجينات بتوعنا، كل عجينة هتكون فطيرة إن شاء الله. بنغطيهم بكيس كده ونسيبهم لمدة ساعة يريحوا على نفس الكلام كده على الرخامة. مندخلهمش التلاجة ولا حاجة، لان ده دي 5 نجوم في عرق. عندنا اي ماده دهنيه زيت يعني، بنبدا نتن الرخامه بتاعتنا زيت، ونجيب المردنه بتاعتنا او النشابه او الشبك، اي حاجه عندكم تقدروا تمردنوا بيها. نبدا نفرد العجينه، واهم حاجه نتك على الاطراف بتاعت العجينه كده واحده واحده عشان ما تتقطعش معانا من النص. بنتك على الاطراف بتاعتها كده، وايدينا بتكون كده بنفس الطريقه كده شغاله، على نتك على الاطراف كلها جميع الاتجاهات. هو ده الكلام المطلوب. هنبدأ نتك على الأطراف كده كلها يا جماعة طبعا مع بعضيها، لحد ما نخلي العجينة داير ما يدور كده توسع معانا على قد ما نقدر. هو ده الكلام. بعد العجينة ما كبرت معانا كده اهي، نبدأ بقى نشدها كده ونشد من النص يا جماعة. نخلي شدتنا جاية من النص مش من الطرف بس، عشان العجينة توسع معانا كلها تبقى بسمكة واحدة أو رقيقة معانا يعني. هو ده الكلام. زي ما انتم شايفين كده بنرفع لفوق كده، بنفضي الهواء اللي في النص خالص، نخلي العجينة رقيقة معايا. بتجيب معايا اكتر واكتر يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. هو ده الكلام المطلوب كده عشان نعمل احلى فطير مشلتت. طبعا عندنا ربع كيلو او نص كيلو من الزبده حسب انت ما عايز تحط. كان عندي ربع كيلو من الزبده على جنب كده فاكك، سيبه فاكك في درجه الحراره، ما فكتوش على النار. جو طبعا زي ما انتم شايفين درجه الحراره هو بنفس درجه الحراره بتاعت الغرفه. بتسيبه نص ساعه جنبك كده بيفك، وتبدا توزع الزبده بتاعتك على العجينه كلها، على جميع العجينه زي ما انتم شايفين كده. اللي بعد ما وزعنا الزبده كلها كده بقى، نبدا نجيب العجينه من تحت كده زي ما انتم شايفين، ونبدا نجيبها الاخر كده يا جماعه للاخر، ونبدا نشد بقى عشان نوصلها للاخر زي ما انتم شايفين كده. هو ده الكلام المطلوب عشان نعمل احلى فطير مشلتت مع بعض. تقدروا تعملوه في البيت بكل سهوله ومضمون، وعارفين انتوا حاطين ايه. بنجيب العجينه كده يمين، والعجينه التانية شمال لاخر العجينه كده زي ما انتم شايفين كده. هو ده الكلام. وبعدين نجيب طرف العجينه الامامي ده كده اللي هو في وش الكاميرا، بنجيبه كده للنص، والتاني للنص، ايوه كده للاخر يعني. وبعدين نلمها كده، وبعدين نعملها كوره زي ما انتم شايفين كده. هنكورها
بعد ما بنكورهم برضو كل العجين كده نفس الطريقة يا جماعة، بيكون عندنا كيس بنغطيهم وبنسيبهم يريحوا لمدة نص ساعة أو ساعة لو أمكن. طبعا بنتنا من على الوش زبدة كده. بنوريكم نفس العجينة التانية، وده يا جماعة عجين ممطوط مشدود. شوفوا العجينة كبيرة قد ايه، بسم الله ما شاء الله. صلوا على الحبيب قلبك يطيب كده عشان تقدروا تعملوا فطير وينجح معاك وحياتك ان شاء الله وحياتنا تكون بخير كده. هو ده الكلام المطلوب. وكل سنة وانتم طيبين، وهنعمل مع بعض احلى فطير مشلتت مسكر زيكم كده وحلو زيكم بالعسل الابيض. وتقدروا تاكلوا بالعسل الابيض او العسل الاسمر او الاسود مع الطحينه او الجبنه الحادقه. كده بعد ما سيبنا العجين يريح من نص ساعه لساعه زي ما انتم شفتوا كده، وانا قلت لكم عملت لكم في الكاميرا نص ساعه كده. تقدروا تسيبوه ساعه يريح وهو متغطي كده بالشرايح الاكياس كده عشان ما ياخدش هوا ويقشف. اهم حاجه تغطوا العجين في كل المراحل. نبدا نفردها. طبعا عندنا صينيه مسخنه في الفرن كده، الفرن مسخن من تحت ومن فوق، النار شغاله. وانا الصينيه نحط فيها زبده، نتينا زبده بتسيح معايا. بنزل بيها في الفطيره، بتاخد معايا في الفرن بالظبط 7 دقايق ل 10 دقايق. قصدي اظبط الفطيره كده بقى زي ما انتم شايفين، وادخلها الفرن جنبي اهو. فرن البوتاجاز يا جماعه عشان الناس اللي بتسال على السوا. نفس سوا الفطير الحادق، نفس السوا ده برضو يا جماعه كده، او في صاج الفرن. وبتتقلب برضو عادي. لو حابب تقلب الفطيره تقلبها، لو خدت من جنب وعايز تقلبها تقلبها. هو ده الكلام. الفطيره بعد ما طلعت عندنا سمنه فلاحي بقى، نبدا نوزع السمنه الفلاحي. هو ده الكلام المطلوب. ولو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش عليا بلايك وشير عشان نعمل وصفات كتير، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. هو ده الكلام. شايفين ارضيه الفطيره؟ هو ده الكلام. صلي على الحبيب قلبك يطيب بقى عشان نعمل وصفات كتير. يلا ندي سنه من العسل كده مع الفطير المشلتت بتاعنا ده كده المورع اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. ندي كده شويه من العسل. العسل بتاعنا كده الجميل. هو ده الكلام، هو ده الكلام. الفطير المشلتت بتاعنا في السمنه الفلاحي يا جماعه وبالزبده في حته تانيه. بسم الله. هو ده الكلام. حكايه. بسم الله. هو ده الكلام. ناخد سنه عسل او عسل ابيض او طحينه او جبنه حادقه بقى مع طحينه يا جماعه، وعسل اسود مع طحينه في حته تانيه. هناكل بالعسل الابيض النهارده بقى مع بعض وندوق ونقول بسم الله. الفطير مورق ازاي؟ شايفين؟ هو ده الكلام. مع الشيف محمود مفيش مستحيل. لو عجبكم الفيديو بقى لايك وشير ومتابعه للصفحه وللقناه عشان نعمل وصفات كتير. فطير مشتت بكل سهوله في البيت. السمنه الفلاحي وبالزبده ولا يا ولا. هو ده الكلام. السمنه الفلاحي عشان ماما زقتنا من البيت، عملناها في البيت عشان ماما زقتنا من البيت.